جماعه انا ملاحظ الناس بترخص الاسعار، وفي نفس الوقت انا مش عايز الناس تزود الاسعار بشكل مش فير، لان انا برضو الشركات اللي بتبني من وجهه نظرها هي عندها كل حاجه، التصميم ده مجرد اداه بس عشان يسلموا الباكج على بعض. طيب ده فير؟ لا، هو مش فير. الشركات اللي بره في اسيا بتاخد في المتر حوالي 35 دولار اركتكتشر، ما بيلمسوش التنفيذ، ما بيعملوش اي حاجه، رسومات ورندر بس 35 دولار. والشركات دي مش بتبقى شركات كبيره، دي بتبقى مكاتب صغيره فيها 3 4 مهندسين وخلاص على كده. فاعتقد ان في مصر في ناس كتير بنفس الاعداد دي وعندهم نفس الامكانيات دي وبياخدوا 4 و5 دولار. السبب في الموضوع ده والمشكله دي من وجهه نظري انا هي الناس اللي بتاخد 2 دولار. الناس اللي بتاخد 2 دولار وبتاخد دولار، هي دي المشكله. تمام. انا انا بس عايز اميز بين نقطتين. انا مش بقول لحد تاخد كام او ما تاخدش كام، بس انا بقول بعد عدد سنين معين من الخبره، ولو انت معاك فلوس المفروض ما تنزلش عن حد معين من الاسعار. تمام. واحد هيقول طب انا بمشي نفسي، بمشي حالي. مشي حالك، بس مشي حالك في مرحله وبعد كده خد السعر الطبيعي، علشان ما تاذيش نفسك في المستقبل. ما تجيش نفسك بعد 10 سنين تلاقي نفسك بتاخد نفس الرقم ده، وطبعا الاسعار عماله بتغلى، وما تاذيش غيرك لو حد شغال غيرك في المجال ده برضه. لان ما ينفعش يبقى المعماري شغال زيه اقل من اللي بيبيع تليفونات في المول. ما ينفعش. يعني بره مجال الهندسه ده او مجال التصميم مجال بيطلب بس في المشاريع اللي بتكسب 200 و 300 الف دولار. يعني المشروع لو بيتكلف اقل من 100 الف دولار ما حدش بيطلب تصميم، بيعملوه دهان وبيخلصوه هم مع نفسهم. فالمشروع ما بيتصل ليه تصميم دايما بيبقى المشروع ده مكلف وفيه مكسب وفيه ربح وفيه سكن. يعني صاحب المكان هيسكن فيه وصاحب المكان اللي بيسكن فيه ما عندوش مشكله يدفع، بس هو بيدفع الارقام دي لان الناس مديها لهم الفرصه. فاحنا عايزين كمصممين الفتره الجايه نبدا نراجع نفسنا على الجروبات، نخش نتكلم في الاسعار، نعمل توبكس على الاسعار ونقول لا يا جماعه احنا المفروض يبقى الحد بتاعنا كذا، الحد بتاعنا كذا. المفروض الطبيعي من وجهه نظري انا اقل رقم يبقى من 4 دولار او 3 دولار في المتر. وده طبعا للناس اللي عندها الحد الادنى من الخبره، يعني سنتين ثلاثه. اللي تحت كده مفيش مشكله ان هو ياخد واحد او اتنين ما دام بيتعلم، بس لغايه ما يخلص تعليم، بس لغايه ما يوصل لمرحله ان هو خلاص انا وصلت لمرحله ان انا هاخد السعر المناسب. وبالنسبه للشركات والمهندسين الكويسين ما تاخدوش اقل من 6 7 دولار في المتر ولغايه 10 دولار. وعلى فكره لو احنا فضلنا نلتزم بالموضوع ده فتره ممكن نوصل لزي الشركات اللي في دول اسيا. على فكره الشركات اسيا دي ارخص الشركات، يعني مش زي اوروبا مثلا، بنتكلم في 35 و40 دولار في المتر. طبعا كل مشروع ليه قصته، كل مشروع ليه حكايته، بس انا بتكلم في متر التصميم الداخلي. يعني لو مشروع فيه مساحه كبيره لا تقدر تتحرك ممكن تاخد المشروع باكج على بعضه، بس انا بتكلم في المجمل اللي ملخص الاسعار. فيا جماعه ما ترخصوش نفسكم، ما ترخصوش الناس معاكم، وانتوا تقدروا تاخدوا ارقام اعلى، انتوا تقدروا تكسبوا اكتر، انتوا تقدروا تحققوا ارباح. انتوا محتاجين تشتغلوا على البرزنتيشن بتاعتكم. تاني حاجه لما يجي حد يعلى من 2 دولار ل 5 دولار لازم تقدم وعود، لازم تقدم عقود، لازم تقدم التزامات، لازم تحدد شكل الالتزامات اللي بينك. يعني قبل ما تطلب العميل ان هو يدفع شوف برضه انت عليك ايه واعمله، علشان يبقى الموضوع عادل من ناحيتين. وكمان ثقه الناس بره تزيد في العماله المصريه او العماله اللي يعني ايا كان انت من انهي دوله، لازم تبقى في ثقه بينك وبين العميل. بس كده. انا عارف ان انا اتكلمت كتير، بس الموضوع ده مهم لانه مضايقني جدا، لان بشوف ناس كتير بيبقى في واحد طلب السعر الفير ويجي واحد تاني يقوم واخد حرق السعر عشان يسحبوا منه. يا جماعه نلتزم بالاسعار ومحدش رزقه هيضيع. يعني اللي بيتعب محدش رزقه بيضيع، كله موجود وكله مستنيك، وكله هيجي في وقته والدنيا كلها تمام. محدش يقلق، محدش يتوتر. وخلينا زي ما انا قلت الفتره الجايه نتفق على الجروبات في التسعير بيننا كلنا، كلنا لازم نتفق على الاسعار. بس شكرا ليك.